السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبين لكم حاجة جميلة وكلنا بنحبها ولازم تبقى موجودة في كل بيت، طريقة تخزين البامية الخضراء. طبعا البامية الخضراء بتبقى سعرها كويس تاني وتالت ورابع ايام العيد، فاحنا جبناها رابع يوم العيد زي ما شفتوا كده. نقيتها وجبتها جميلة. البامية بتاعت التخزين بتبقى وسط او صغيرة، ما بتبقاش كبيرة. جبتها وهغسلها وانضفها لغايه ما ميتها تبقى زي الفل كده. وبعد كده بقى ايه، نقمعها عشان نخزنها. طريقه معاكم واحده واحده اهي، بقالي زمن بخزنها بنفس الطريقه اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شفتوا الحجم بتاع طريقه التخزين؟ جبنا الباميه بتاعتنا بقى وحطيناها في طبق، وهنغسلها مره واتنين وتلاته لغايه ما ميتها تبقى زي الفل قدامكم كده. نغسل ونحط في قلب المصفى صفي، وارجع احطها في الطبق تاني لغاية ما بقت ميتها تتشرب ما شاء الله. طبعا البامية بتاعتنا بنجيبها ونخزنها في بيتنا بدل ما نشتري المجمدة ما نعرفش مغسولة ولا مش مغسولة. انا بحب اخزنها في البيت في اي وقت من السنة. بتبقى طالعة لسه ب100 جنيه ب120 جنيه، وانا بميت عندي وخضرة وجميلة ومحتفظة بلونها زي ما هي كده اهي. بسم الله ما شاء الله. غسلتها وبقت زي الفل. احطها بقى على الطبق لغاية ما تصفي ميتها كده حوالي نص ساعة، تنشف من المية بتاعتها. وبعد كده ايه، اقمعها زي ما شفت اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. خضرة وجميلة واتغسلت واتحطت تصفي على الرخام عادي. بعد كده بقى جبت السكاكين بتاعتي وهقعد عشان اقمعها. ربنا يعيننا بقى على ما نخلص الكمية دي. زي ما شفتوا، تجيبي السكينة وتلفي داير ما يدور وتشيلي البوز بس، ما بتجيش بقى ناحيتها ولا تاخدي تشقيها من النص ولا اي حاجة من دي. بامية التخزين ما بتعملش غير كده. اعمل لكم واحد كمان وبعد كده بقى ايه اخلص بقية الكمية وابقى ارجع لكم. شفتوا ما شاء الله، عسل. خلصنا بقية الكمية وجبنا الحلل بتاعتنا حطيناها على البوتاجاز وحطينا فيها مية بتغلي. وادي البامية بتاعتنا ما شاء الله الكمية اهي. بعد ما خلصناها تقميع هنحطها بقى في قلب المية السخنة على النار بالراحة كده، واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. وادي بقيتها. يعني الطريقة دي ما شاء الله خزني وانت مغمضة. والبامية دلوقتي كتيرة وجميلة واسعارها حلوة. بعد كده هتغلي تاني. المية حاسة ان هي قليلة، فهسخن كاتل مية وهزود المية دي ان شاء الله. كده المية قليلة فانا هزود مية. هنسيبها بقى ايه تغلي كده وتقلب قلبتين، وبعد كده بننزلها. ما بتقعدش على البوتاجاز اكتر من نص ساعة على ما يدوبك تقلب، وبعد كده ايه اقوم سايباها دقيقتين ومنزلها. كده بقى المادة الحافظة بتاعتنا اللي احنا بنحطها للبامية عصير ليمون فقط لا غير. عصرت 4 ليمونات، حطيت هنا شوية وهنا شوية، ما بحطش حاجة اكتر من كده. حطيت عصير الليمون واقلبها كده في المية. انا احب اخزن الباميه قوي، احبها في البيت كده. احب اطبخها باللحمه الضاني بتبقى جميله. بص الميه بتاعتها بسم الله ما شاء الله كده غلت. شايفينها قدامكم اهي بتغلي كده. بقى هروح اصفيها في الحوض تحت الحنفيه على طول. اصفي دي تكون دي قلبت، اخدها اصفيها هي كمان. هنحط المصفى بتاعتنا في الحوض وهنفتح وهنصفيها ونفتح عليها الميه الساقعه على طول، نديها صدمه عشان تفضل محتفظه باللون بتاعها. زي ما شفت اهو الدخان طالع وانا فاتحه عليها الميه. هفضل فاتحه عليها الميه لغايه ما بردها. مش هحط بقى شويه ميه واشيلها، لا، افضل اغسل فيها كده لغايه ما تبرد.
كده صفينا الحلة التانية كده الكمية كلها، حطينا عليها المية لغاية ما بردت خالص، وهنقصها بقى في مصفى كمان عشان تصفي ميتها اهي. الله اكبر ما شاء الله زي العسل. حطيناها بقى حوالي ربع ساعة كده تصفي المية اللي جواها، عشان اما نكيسها ما يبقاش فيها مية. هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا بتاعت التلاجة وهنكيسها بعد كده ونخزنها زي ما شفتوا. طريقة سهلة وبسيطة ونظيفة وعمايل ايديك وفي بيتك، وقت ما تعوزي هتفتحي الفريزر بتاعك وتاخدي. هتجيبي بقى الاكياس بتاعت التلاجة وتخزني زي ما انت عايزة، ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، على حسب الكمية اللي انت بتستعمليها في بيتك، حسب الطبخة اللي تكفيك انت وولادك. ومنقيها بقى النضيفة مش من النضيفة يعني، اما يعني حاجتك نضيفة زي العسل. هتكيسي بقى براحتك لغاية ما نخلص الكمية، وبعد كده ايه نرجع بقى نفرغ الهواء من الاكياس ونربطها زي ما شفتوا كده اهي. اللهم صل على النبي. تتاكل في الهنا ان شاء الله. لو طريقة تخزين البامية بتاعتي عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وهتعجبكم ان شاء الله، لان انا بعملها كده بقالي اكتر من 20 سنة. تيجي تطبخي بقى يا دوبك تحمري البصلاية وتحطي فيها الحتتين اللحمة وشفشق القوطة، وترمي باميتك متقمعة نظيفة مغسولة ما شاء الله. قلنا بقى طالما احنا جايبين البامية صبحة كده نخلي الطبق ده نطبخه بالمرة. قليت على طول وطبخت الطبق اللي انتوا شايفينه ده بألف هنا وشفا.